جراحة السمنة هي حل مناسب جدا للعيانين اللي عندهم سكر من الدرجة التانية. هنتكلم في الموضوع ده في الفيديو ده. السمنة هي سبب أساسي لمرض السكر من النوع الثاني عكس النوع الأول، فالسمنة ملهاش علاقة بيه. السمنة هي السبب اللي هيخلي يبقى فيه مقاومة أنسولين من النوع الثاني. أنواع جراحة السمنة زي التكميم والتحويل أو أيا كان نوع العملية، فغالبا هي بتحسن بنسبة كبيرة جدا جدا السكر عن طريق إن هي بتقلل كمية الأكل، بتقلل السعرات الحرارية اللي العيان بياكلها، وكمان حاجة زي التحويل بتغير في الهرمونات اللي مسؤولة عن التمثيل الغذائي بتاع السكر، وبالتالي بتحسن السكر من النوع التاني. بالنسبة لجراحة السمنة بتأثر على السكر بنسبة تحسن تصل إلى 70 إلى 80%. يعني في عيانين كتير جدا بيبطلوا الأدوية، وفي عيانين بيقللوا بس الأدوية، وفي عيانين بيبقوا ماشيين على الأنسولين بيبطلوه تماما، ففي نسبة تحسن توصل ل 80%. طبعا مش كل عيان عنده سكر هيقول انا عايز اعمل عمليه سمنه. هو الفكره ان انا بعمل عمليه تحويل مسار او تكميم للعيان اللي عنده سكر مش بيتحسن، باخد ادويه وما فيش نتيجه، او عندي مشاكل من السكر زي التهاب اطراف، مشاكل في الكلى. كل دي حاجات لازم نفكر فيها. طب هل في اي وزن؟ لا، مش في اي وزن، لازم تكون معدل كتلتي 30 فما ازيد يعني.